عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أذيعت حلقة البرنامج في يوم 2 إبريل وأعيدت يوم الاثنين 5 إبريل، والتي استضاف فيها البرنامج السيد الدكتور المهدي بن عبود سفير المغرب السابق في واشنطن، والبرنامج تلقى مئات بل آلاف من الاتصالات التليفونية والبريدية بيلح فيها أصحابها على أن يحاول البرنامج استضافة الأستاذ الدكتور المهدي بن عبود مرة أخرى. والواقع أنه كان من حسن حظ البرنامج أن يلح ويصر على أن تتاح له الفرصة مرة أخرى مع الأستاذ الدكتور المهدي بن عبود، حتى وفقنا بحمد الله إلى التقاط بعض لحظات من وقته قبل ساعات من سفره عائدا بسلامة الله إلى المغرب الشقيق. وهذه الظروف اللي تمت فيها فكرة التسجيل واللقاء ربما لم تتح للبرنامج ولا للدكتور المهدي بن عبود فرصة الاستعداد لموضوع محدد أو لقضايا نتفق عليها ونتدارسها في وقت كافي. ولذلك يمكن قبل أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور مهدي بن عبود حطينا بعض نقاط ورؤوس موضوعات على أن يكون الحديث حولها على شكل حوار أو دردشة بقدر ما يتسع وقت الأستاذ الدكتور بن عبود. وإحنا بيسعدنا الحقيقة مرة تانية أن احنا نلتقي السيد بن عبود، وفي نفس الوقت لعلنا نذكر أنه حديثنا كان عن الشباب وصورة الشباب في العالم كله، وكيف أن الشباب يعاني من الافتقار إلى الإيمان والتمزيق والضياع، وكيف تأتي صورة الشباب المسلم التي تعتبر في جانب منها بتماثل صورة الشباب في العالم، وإن كانت تتميز بكثير من الجوانب الإيجابية. وزي ما احنا عارفين ونحن نتكلم عن بعض السلبيات أو بعض المشكلات التي يعاني منها الشباب، أكد البرنامج وأكد الدكتور المهدي بن عبود على جوانب الخير الكامنة في نفوس الشباب والجوانب الإيجابية الكثيرة التي يتمتع بها الشباب، رصيد المستقبل لهذه الأمة. وإن كان الحرص على إبراز السلبيات هو الحرص في الواقع على المعالجة وعلى محاولة رسم الطريق إلى مستقبل زاهر ومستقبل خير للشباب كله. دور الشباب في الحضارة الإسلامية في الماضي هو نفسه الدور اللي بيتطلع شبابنا للقيام به في الحاضر، ومن هذا المنطلق بنحاول ان احنا نبدأ حديثنا او نستأنف حديثنا بمعنى ادق. والواقع استاذ الدكتور مهدي بن عبود يمكن في وسط الظروف اللي احنا اتكلمنا فيها بيحاول الشباب يبحث عن ذاته، بيحاول يبحث عن الشخصية المسلمة وتأكيد هذه الشخصية. ازاي ممكن يعاون في هذا الصدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة أن قلنا بأن الشباب في العالم لا ينفصل بعضه بعضا، لا عن الحيرة وأزمة الضمير فيها، ولا عن البحث عن الذات. فالشباب في العالم كله اليوم يبحث عن ذاته، ولقد تكون هذا الوعي العالمي ومشاطرة كل قطر لما يجري في القطر الآخر ابتداء من أوائل هذا القرن. وبعد الحرب العالمية الثانية تركزت الفكرة إلى أن بعض الناس أكثروا من الكتابة والنشر إما مقالات أو كتب حول وحدة العالم. وأشهر كتاب كان أيام الحرب هو للأمريكي، فضلا عن الكتب التي صدرت في هذه البلاد المباركة، الأمة الإنسانية، كتاب صدر بهذا المعنى. في الغرب في الولايات المتحدة صدر كتاب One World لويندل ويلكي. الشباب يبحث عن ذاته في العالم بأسره، وفي العالم الإسلامي على وجه الخصوص
والعربي الحامل للرسالة الإسلامية. هذا الشباب يبحث عن نفسه بكيفية خاصة به. أولا لأنه يتمتع برصيد غني وثروة حضارية غزيرة تتسم بالشمول نظرا لاتسام دينه الإسلامي بالشمول. وهذا الرصيد الوافر الغناء أصبح يصطدم بالهجومات التي شنها المتسترون والمتكلمون على المكشوف في نفس الوقت ضد الأديان والعقائد التي لا تلائم أولا مطامعهم في الدنيا فيما يتعلق ببعد النظر، إذا كان هذا يسمى بعد النظر، لأن الشياطين لهم بعد النظر، شياطين الإنس. كان أحد العلماء بين هلالين في المغرب يبتدئ دروسه الوعظية في المساجد بقوله: أعوذ بالله من شياطين الجن مرة واحدة، وأعوذ بالله من شياطين الإنس 40,000 مرة. فشياطين الإنس في الماسونية والمنظمات الأخرى مثل نادي الأسد والروتري كلاب إلى غير ذلك شنوا غارة شعواء على الأديان فاصطدم بها العقل البريء عند الشباب، وأصبحت أزمة الضمير هنا عالمية الشكل. والشباب المسلم بكيفية خاصة تألم تألما كبيرا نظرا لكون الرصيد مبني على الحق، وجاء عمل مدسوس يحاول هدم هذا الحق، فوقع التمزيق بكيفية نارية جهنمية في نفسه. الحق ثابت القدم في نفسه، والباطل شديد الضربة نظرا لحسن التنظيم. وانتشر هذا الشك في الناحية العلمية كمعلومات، وفي الناحية الفكرية كمنطق وتعقل، وفي الناحية الخلقية كسلوك. في الناحية الفكرية أصبح التيار بحسب الألفاظ الدخيلة والتي هي مبهمة مثل ما يطلق على الروحانية من إبهام، أصبح التيار ما يسمى اليوم مادي. والعلماء الراسخون في العلوم الصناعية مثل الكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء إلى غير ذلك يعترفون بنزاهة العلماء بأن المادة يصعب تعريفها بنفس الصعوبة التي يصعب تعريف الروح في عصرنا هذا وفي سائر العصور، إلى حد أن أحد العلماء الأنجليز إيدينغتون يقول يتصور له بأنه يمر في بحر من العمليات الرياضية عندما يتكلم على المادة. فجاء هذا التيار المادي والخاص والعام من المفكرين يعلم بأن اللفظ لا تدل على شيء كبير، والهاجمون أو المتهجمون على الأديان يعلمون ذلك، ولكن يريدون تدويخ الشباب بنشر هذه اللفظة، فيقولون بأن الرجل المتقدم لا بد أن لا يعتقد إلا في العالم المادي، أما عالم الخرافات ففي من قبيل القرون الوسطى. وأصبح هذا النزاع
قائم وحار وشديد في نفس الشباب المسلم على وجه الخصوص، نظرا لثبات الرصيد العقائدي الماضي والمتواتر في الحضارة الإسلامية، ونظرا لشدة الهجوم من ناحية ما يمكن أن نسميه باتفاق بيننا شياطين الإنس. وتعلمون بأن لفظة شيطنة ترجع إلى اشتقاق في اللغة السامية القديمة، هي العمل في الخفاء، لا يعمل في الخفاء إلا الخاجل والخائف من عمله، لأنه من قبيل الباطل لا من قبيل الحق. أريد شهادة عيان لا شهادة تلاوة. هل يمكن لك أن تقول لي شيء عما يجري في أوساط الشباب؟ فقال: ورثنا من آبائنا شيء، وهو أنهم كانوا فقراء فأصبحوا أغنياء، واليوم ورثنا منهم الغنى وأصبح هذا الغنى لا يرضي ضميرنا، نظرا للنار المشتعلة في أنحاء العالم من جراء الحروب والنزاع بين الناس والخصومات الإنسانية، وفي بلادنا النزاع القائم بين التفرقة العنصرية من ناحية ومصلحة المتمولين مع الفقراء إلى غير ذلك. فقلت له: هذا لا يكفي، لأن ضميركم لا يقف عند هذا، يمكن أن يكون لكم شوق لمعرفة شيء آخر ولم يستطع الإفصاح عنه. وقلت له: هل لا تبحثون عن نظام يتمم ما وصلتم إليه من رفاهية؟ قال: نعم. قلت له: وتريدون هذا النظام أن يكون مبني على حق؟ فقال: نعم. وقلت له: أن يكون هذا الحق داخل في أطماعكم الروحانية وتوازن نفسياتكم حتى لا يقع فيها إفراط في الشهوات ولا تفريط في بناء المجتمع؟ فقال: نعم. وتريدون أن تكون هناك عدالة اقتصادية لها أساس معنوي في قلوبكم يشعركم بأنكم من الكرم والرفعة الإنسانية بمكان جعل تدبيركم للاقتصاد له الصبغة الإنسانية من ناحية والصبغة العرفانية من ناحية أخرى؟ قال: نعم. وتريدون في هذا الاقتصاد ألا يضيق الخناق على حرية الفرد حتى يكون دائما طامعا في مزيد من الربح؟ قال: نعم. وقلت له: تريدون في نفس الوقت ألا يطغى هذا الربح على المستضعفين والفقراء فتصبحون في مجتمع يسمى إنساني، والواقع أنه مجتمع حيوانات مفترسة لبعضها بعض؟ قال: نعم. فقلت له: نحن المسلمون نظن بأن هذا النظام الذي تبحثون عنه موجود. قال: وما اسمه؟ قلت: اسمه الخضوع إلى الحق. وإتمام الرسالة الحضارية في العالم، وله لفظة في النية اسمه الإسلام. فقال لي: هل هناك كتب؟ فترون بأن في العالم كله الشباب يرمي إلى أهداف بعيدة واسعة ومبنية على تفكير وعلى علم، وهذا شاب ليس بالمسلم. فكان جوابه فورا: أين هي هذه الحديقة التي أشم فيها نسيم الحقيقة خارجا من جحيم الباطل؟ فالمسلم أشد طلبا وأقوى حرصا من هذا، ويبحث عن هذا النظام وهو بين يديه. الحقيقة أستاذ دكتور مهدي من عبود، الصورة اللي بتتضح لنا أنه الشباب كما تفضلتم بتصويره، الشباب المسلم بالذات، الحل أو الحقيقة أقرب إليه مما يتصور، وهي تتجسد وتتمثل في الإسلام. ولكن لا نستطيع أن ننكر
أنه في هذا الصراع أو الضياع أو التمزق اللي بيعاني منه الشباب في العالم وشباب العالم الإسلامي بصفة خاصة، بيصطدم وهو في طريقه إلى هذه الحقيقة اللي هي قريبة منه وقد تكون موجودة في ذاته، بيصطدم ببعض الأفكار اللي بيروج لها اللي بعض الشباب غير الملتزم إذا صح التعبير، أو بتعبيركم اللي بتحبوه غير مؤمن. اليوم يتساءل الشباب: ما هي طريق الحق؟ ما هو سبيل الصواب؟ والجواب بفضل الله هو أولا أن المتشككين في عالم الحقائق العلوي أصبحوا يتشككون أيضا في عالم الحقائق السفلي. مثلا من 5 سنوات على وجه التقريب إذا لم تخني الذاكرة، اجتمع العلماء والفلاسفة في الاتحاد السوفيتي لمراجعة النظر وتدقيق الذهن فيما يسمى بالمنطق الجدلي. وقام أحدهم قائلا بأن المنطق الجدلي لم ينجح في ترسيخ قدمه في ميدان العلوم التطبيقية كالكيمياء والفيزياء والفلك والرياضيات إلى غير ذلك، وأن المنطق الرياضي الحديث هو الذي يساير التفكير ويتوافق ويتطابق مع سير العلوم التطبيقية التي يقوم عليها صرح حضارة اليوم. بل قام واحد منهم، والكل منشور في جريدة الشباب السوفيتي التي تسمى كومسومولسكايا برافدا، واطلعت على ملخص منه في الملحق الأدبي لجريدة الفيغارو الفرنسية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1966. قام أحد المفكرين في الاتحاد السوفيتي، وهذا مما يدل على عمق المفكرين هناك ونزاهتهم العلمية، قائلا بأن المنطق الجدلي لم يخلق بعد، ولو سمعه إنجلز لقشعرت مشاعره ولا وقف شعره على رأسه. وهذا من حسن حظ الإنسانية كلها، لأن نزاهة العلم في مصلحة الاتحاد السوفيتي كما في مصلحة البشر كلهم. من ناحية ثانية، جاء لعيادتي في ابتداء هذه السنة وفد من الشباب الأمريكي في المغرب متسوحين في المدينة، وقال لي واحد منهم بأنه يشكو من مرض جلدي. فبعد الوصفة الطبية قلت له: سمعت في بلادكم الغنية والقوية بأن تمرد الشباب تأصل منها بدلا من أن يتأصل في الغرب الذي سبقها في التاريخ. فقال: نعم. قلت له بأني سمعت كثيرا وقرأت ما تيسر لي عن حركة الشباب القلقة المريضة، مريضة الضمير. فقال: هذا حادث. فقلت له: أريد شهادة عيان لا شهادة تلاوة، هل يمكن لك أن تقول لي شيء عما يجري في أوساط الشباب؟ فقال: ورثنا من آبائنا شيء، وهو أنهم كانوا فقراء فأصبحوا أغنياء، واليوم ورثنا منهم الغنى وأصبح هذا الغنى لا يرضي ضميرنا، نظرا للنار المشتعلة في أنحاء العالم من جراء الحروب والنزاع بين الناس والخصومات الإنسانية، وفي بلادنا النزاع القائم بين التفرقة العنصرية من ناحية ومصلحة المتمولين مع الفقراء إلى غير ذلك.
فقلت له هذا لا يكفي، لأن ضميركم لا يقف عندها. يمكن أن يكون لكم شوق لمعرفة شيء آخر. الروح في حد ذاته ليس بغاية، الغاية هي السبب الأول ثم السبب الغائي، كما يقول الفاينل كوز، السبب الغائي، السبب الأخير. والسبب الأخير هو الحق المطلق والنور المطلق والقوة المطلقة والجمال المطلق إلى غير ذلك. لأننا بعد أن نخرج من عالم النسبية الذي يعني عالم الحدود، النسبية شيء آخر، فعالم الحدود الذي نحن فيه ندخل بعد القوم إلى عالم الغيب، من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وندخل في عالم كله حياة، ولكن حياة نورانية. والإطلاق كما تعلمون لا يطبق إلا على موجود واحد وهو الله. وهذا ما يفسر تلك الكلمة الجارية التي يسخر منها بعض الشباب، وربما نحن نفسنا لا نفهمها، وهي نخرج من السبب الأول إلى السبب الغائي الأخير، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا معناها عن طريق الاختبار الشخصي، وعن طريق المفكر الفرنساوي، وعن طريق المفكر الروسي، وعن طريق تسلسل الأفكار العقلية التي لا تصدم المنطق. هذا من ناحية. قلت بأني أتكلم عن الحياة ولا الموت، لأن الفكر لا يقبل حدود الوجود بالقبر كما تقدم، وإلا أصبحنا في متاهة من فراغ معنوي، وفراغ معنوي نؤدي ثمنه لأن فيه الألم، ثم فيه فكرة العدم التي هي البعبع الأكبر للعقل البشري، يفزع منها العقل البشري. أما إذا صار التسلسل الفكري بكيفية منطقية، وقام البرهان أولا على صدق الاختبار في هذه الحياة وهو ضروري، وصدق العقل وهو ضروري، وصدق التسلسل المنطقي فيما بعد الموت في فكرة خلود الروح وفكرة السبب الغائي وهو الله سبحانه وتعالى، يبقى بأن الموت ينبغي أن يطلق عليه شيء آخر وهو الانتقال، لا العدم، الحركة. ولذلك الرصيد العظيم الذي في قلب كل شاب هو أنه سمع يوما ما بأن الحياة لها مراحل ثلاثة: الحياة الأرضية أو ما يسمى بالحياة الدنيا، والحياة البرزخية أو ما يسمى بحياة القبر. وهذا يذكرني بخرافة أخرى ربما إذا كان الوقت أقولها. والمرحلة الثالثة هي الحياة النورانية وهي الحياة الآخرة. يقول الصوفي: أنا عصفور وهذا قفصي. معها الحق، العصفور دائما في جمال الحرية والتنقل والخفة واللطافة. وصلت إلى القاهرة يوم الجمعة، فيوم الخميس كنت في الرباط في شركة الطيران، ولمحت سيدة أعرفها ولكن نسيتها، فسلمت علي، سلمت عليها وتذكرت بأنها طبيبة في المستشفى المركزي. وعلمت بأن تذكرت بأنها مرت بصعوبات وهي تقدم الأطرحة، كانت طبيبة متمرنة. فقلت لها: أين وصلت في هذه المشاق؟ قالت: لا زالت المشاق طويلة. فقلت لها: الحياة كلها مشاق وربما حتى في القبر. فقالت لي: لم أذهب، وهذا ما يدل على عالمية البلبلة في الأفكار، لم أذهب إلى القبر ولا إلى العالم الأخروي حتى أعرف بأن هناك مشق كذلك. فقلت لها: لا يتكلم بهذا الكلام إلا من له شخصية ومسكى من علوم ومعرفة وعقل جريء، ولا يتكلم بهذا الكلام إلا من
نجح في عقله الدس الصهيوني الماسون من الماسونية وغيرها. فلما قلت هذا الدس حكيت لها فقرة من وثيقة هي الأساس لبروتوكولات حكماء صهيون، مقررات حكماء صهيون، وفي آخر هذه الوثيقة يقولون سنجتهد في نشر شعارات فارغة نعلم أنها فاسدة لأننا نستأثر بالحقيقة وحدنا، والمقصود من ذلك هو أولا تدويخ الشباب، وثانيا إضعاف قدرة التفكير عليهم كما مر في المرة الماضية. فانتبهت وقلت لها بيننا حديث آخر نتمم به هذه القضية. ففعلا ملخص الأمر هو أن الشباب في أزمة، وهو في أزمة كسائر الشباب العالمي، والشباب المسلم أزمته أعنف نظرا للرصيد المبني على الحقائق العليا الذي يعمل في ضميره. والشيء الثالث هو أن العقل والشعر خطان متوازيان. العقل والشرع. والشرع. العقل نبراس الشرع، والشرع عصمة العقل من الخطأ، لأن الخاص والعام يقول بأن العقل معرض للخطأ. برضو يعني بيحتاج بمناسبة القصة اللي سيادتك تفضلت بالإشارة إليها، بيبقى بعض الشباب محتاج إلى دليل عقلي أو دليل منطقي ودليل تذوقي لهذه القضية. يعني إذا كان ده على مستوى واحدة بتقدم رسالة أطروحة زي ما تفضلت، يعني الشباب معذور لما بيمر بهذه المرحلة وبيحتاج إلى شيء قريب إلى مستواه الفكري في الاقتناع بأنه فيه شيء بعد الموت، وبأن في علاقة بين عالم الشهادة اللي بيعيش فيه وعالم الغيب الذي لا يعرفه أو لا يستكنف كل ما فيه أو أي ما فيه. أولا عالم الشهادة فيه عالم الشهادة وعالم الغيب معا، وعالم الغيب فيه عالم الشهادة وعالم الغيب. يعني عايز توضيح. أقول هذا يمكن لا قلت لي دكتور كلمة الغيبيات عموما بتثير يعني نوع من الشباب، لدرجة انه يمكن في مناقشة بين عدد من الشباب يقولوا لا دي مسائل غيبية ما نتكلمش فيها، يعني يطرح كل ما يتصل بالغيبيات ولا يريد ان يقتنع الا بالمحسوسات، بالعالم المحس اللي هو عايش فيه. اتفضل. عالم الشهادة هو عالم الحواس الخاضع للصناعات بفرعيها النظري وهي العلوم، والتطبيقي وهو الإنتاج الصناعي. عالم الشهادة هو كل ما حصل ووقع تحت الحس في عالم المادة أو عالم الشهادة، ولكن فيه هو نفسه أشياء غائبة عن حواسنا. فالكل يستعمل الكهرباء كما نستعملها اليوم. عالم الشهادة هو كل ما حصل ووقع تحت الحس في عالم المادة أو عالم الشهادة، ولكن فيه هو نفسه أشياء غائبة عن حواسنا. فالكل يستعمل الكهرباء كما نستعملها اليوم، ولا يستطيع أحد تعريفها، فتعريفها غائب عنا. فآخر المطاف يقولون بأنها طاقة، والطاقة تتحول تكون بخارية وضوئية وكهربائية وحرارية إلى غير ذلك. ولكن بعد هذا نرى بأن المادة تنقسم إلى جزيئات molecules، والجزيئات تنقسم إلى ذرات، وكان المدلول الأول من ذرة بمعنى الشيء الذي لا يتجزأ ولا ينقسم، آتم بمعنى لا، وتومي يونانيا بمعنى تكسر أو انقسم، لا ينقسم. آتم بمعنى الشيء الذي لا ينقسم، والآن قام البرهان على أنه ينقسم، ولذلك ينبغي التواضع لأن العلم يتغير.
ظهر بأن هذه المادة ما هي إلا كهرباء، وأننا إذا اختلفنا كإنسان وجماد وحيوان فالكهرباء هي لا تختلف إلا في تنظيم الكهارب الدائرة في فلكها وفي عددها. وبعد انفجار الذرة وانكسارها قام البرهان على أن ما هو في المادة هو شيء من وراء المادة، يعني شيء ميتافيزيكي كما يقولون. ولذلك قال بعض العلماء بأن يخيل لهم بأن المادة ما هي إلا بعض عمليات حسابية، ففيها إذن ما يسمى بقسم الشهادة وفيها ما يسمى بقسم الغيب. في القرون الوسطى لما كان الإنسان إذا تجرأ الإنسان في القرون الوسطى بأنه سيطير وسيسبح تحت الماء وسيتكلم من طوكيو إلى المغرب في رمشة عين، ربما يحكم عليه بالجنون في ذلك الوقت. فكانت أشياء غائبة عن الناس، دائما أشياء غائبة عن الناس تكتشف، ولكن تكتشف من ناحية كمحسوسات، ويمكن أن تكتشف من ناحية أخرى كمفهومات مبهمة. هذا فيما يتعلق بعالم المادة. فيه كذلك المشهود وفيه الغائب. يعني كأن سيادتك عايز تقول ان الإيمان بالعلم بينطوي على نوع من الإيمان بالغيب. معلوم. الإيمان أولا لا يكون إلا بالغيب. أي. الإيمان لا يكون إلا بالغيب. فإذا كان هناك إيمان بالشهادة فيصبح يقين، يصبح أشياء مشاهدة محسوسة مقررة. الإيمان لا يقرن إلا بالغيب، وإلا يصبح تنافر في المعنى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان مقرون بالغيب، وإذا كان إيمان بدون غيب يتغير معناه ويصبح محسوس ومشاهد. فالإيمان لا يكون إلا بالغيب. وحتى في العلم لا بد من فرض. الرياضيات القديمة على يد أوكليد كانت مستحيلة ما لم تنطلق من شيء تؤمن به، تسمى بالمسلمات axioms. الفيزياء والكيمياء كانت مستحيلة دون فرض شيء قام البرهان على حقيقته اليوم، وهي وجود ذرات لم يكن يلمسها أحد، فآمن بالغيب قبل كل شيء. وعلى مر التاريخ قامت البرهان على حقيقة الفرد الأول الذي لم يكن إلا من قبيل الإيمانيات. نيجي للعالم الآخر. العالم الآخر كذلك فيه ما أثره مشهود، ليس هو بمشهود ولكن أثره مشهود، وهو ما مر، بحيث إذا أنكرنا عالم الغيب سنضحى في نوع من القلق والشك المفصوح عنه أو المكبوت، والأولى أن يفصح عنه، لأن الكبت يركب كما تعلمون عقد بحسب التعبير اليومي، وهذه العقد ليست بسليمة، إما تؤدي إلى الخصام أو إلى الجنون أو إلى المسكرات كما يجري اليوم في أرقى الناس وهم أشقاهم، يعني في الدول الاسكندنافية وفي الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة حركة الهيبي ما هي إلا العقاب المباشر لنفي الإنسان لحقائق كان يؤمن بها ولعب به وأصبح ضحكة، ومن يلعب به يضحك من وراء الستار وهو الدس المخفي. فالعقاب أصبح في الحياة الصحية الجسمانية والنفسانية والروحانية. الجسم خصوصا من ناحية التناسليات ومن ناحية هزة القلق العنيفة التي تبعث إفرازات هرمونية، وتلك الإفرازات الهرمونية تؤثر في سائر مكونات الجسم من الجلد إلى العظام. فمثلا مرة رأيت في المستشفى ربان سفينة من شركة جاء من رأسه إلى قدميه بحبوب بنفسجية، ونعلم بأن فيها هرش، لأن وقعت له هزة نفسانية
وهو أنه وقع له خصام مع شركته فطردته، وأصبح بين عشية وضحاها بدون وسائل عيش له ولأولاده. وهذا المرض يسمى فعلا لايكن باللغة الإنجليزية، ليكن باللغة الفرنسية، ويسمى يطلق عليه نورو درماتايتس، يعني التهاب جلدي، مرض جلدي عصبي، نورو درماتايتس. فمن ناحية أما الناحية التناسلية هذه نراها كل يوم، خصوصا عند هؤلاء الأجانب الذين يأتون بلداننا، فيكون عقاب التفكك والتفسخ الأمراض الجسمانية، ثم الأمراض النفسانية التي تؤول بصاحبها إلى نوع من التدمر والقلق، ومن القلق إلى ما كان يسمى ولا زال يسمى بالميلانخوليا، وهي لفظة يونانية ميلانكولي. ميلانكولي هو اشتداد الهم إلى أبواب الانتحار أو إلى الانتحار، وهؤلاء الناس يقتلون أنفسهم أكثر من عكس المرض، ويسمى بالهوس أو مانيا بالإنجليزي، ماني بالفرنساوي، وهو كثرة الحركة وشدة الفرح، الإفراط في الفرح إلى حد أن المريض يقلق راحة المجتمع. والناحية الروحانية لها مرض وهو الجهل. يقول أفلاطون: لا يقدم على الشر إلا جاهل بالخير. هذا من ناحية. فإذا الغيبيات نراها في عالم الشهادة، وتلح العلم بها ملح على العقل ليطمئن الإنسان على شخصيته الإنسانية. هو ليس بحيوان، جسما حيوان فهو مسير، وروحا هو إنسان فهو مخير، وأول علامة حريته هو الاختيار، لذلك سمي مخير. الاختيار بين الحق والباطل، بين الجميل والقبيح. إن الإنسان على شخصيته الإنسانية، هو ليس بحيوان، جسما حيوان فهو مسير، وروحا هو إنسان فهو مخير، وأول علامة حريته هو الاختيار، لذلك سمي مخير. الاختيار بين الحق والباطل، بين الجميل والقبيح، وبين الخير والشر، وهذا ما يسمى بالنجدين، فهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها في نفس الوقت. ولذلك كان القرآن هو مجموعة الأصول والأسوس التي لا بد للإنسانية طال الزمن أم قصر أن يرجع إليها، لأن جبلة الإنسان مفطورة كطبيعة على اقتناء الفطرة كعلم، والفطرة كعلم في القرآن، والفطرة كطبيعة في الإنسان. وهنا يتوافق الخالق والمخلوق، لأن الخالق نفسه قال: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، بحسب الحديث القدسي، فخلقت الخلق فبي عرفوني. وهنا فعلا دائرة أخرى عرفانية وجسمانية في نفس الوقت تقفل، ويكون الإنسان في راحة، ويرى بأن هذه الراحة على وجه الأرض التي جعلت من المؤمن في صدر الإسلام، كما قال الفرنساوي جيل روماس: يكتسح الأرض من الهند إلى الأطلنطيك في رمشة عين مع قلة علم. لأن العلم ليس بمحاربة الجهل فقط، العلم هو توافق السلوك والحقيقة. واللفظة الفنية التي تعبر عن توافق السلوك والحقيقة في نفس الوقت هي الحق. ولذلك القرآن الكريم لم تكن فيه فلسفات، فلم تكن فيه لفظة حقيقة، ولكن جت لفظة الحق بعدد كبير من المناسبات في عدد كبير من الآيات، لأن الحياة هي المهم. إذا دعاكم لما يحييكم في عالم الغيب والشهادة في نفس الوقت، إنكار عالم الشهادة هم في عالم الغيب. وأظن بأن هذه الفكرة هي الركيزة الثابتة للجيش الذي يقاوم اليوم في الواجهة الخلفية وفي الواجهة العسكرية.
الحقيقة احنا يعني بقدر ما استمتعنا بحديثكم بقدر ما بيزيد شوقنا إلى مزيد منه، واحنا مقدرين انه سيادتك على سفر بعد ساعات، ولكن انتوا اثرتوا حضرتكم يعني عدة موضوعات ممكن نتفرع منها الى قضايا رئيسية، وهي القرآن او الاسلام كايديولوجية للمستقبل. ونقطة تانية احنا نعرف انه حضرتك مع علماء المسلمين قمتم بزيارة للجبهة، جبهة القتال، والتقيتوا بأبناء القوات المسلحة هناك. فكنا من خلال هذه الزيارة نحب نعرف انطباعكم، وننتهز الفرصة لنتحدث عن النصر وعوامله في الإسلام كما ترونها. وإذا أذنتم يعني نعمل لقاء تاني، وحيكون بعد انتهاء هذا التسجيل ونذيعه فيما بعد إن شاء الله، ونكون شاكرين. شكرا. أيها السادة، مرة أخرى نشكر السيد الأستاذ الدكتور المهدي بن عبود، سفير المغرب السابق في واشنطن، والذي شرف مجمع البحوث الإسلامية في انعقاده في دورته السادسة، وشرفنا به في لقاءين متتاليين بعد إذ ألح كثير من السادة المشاهدين على ضرورة اللقاء بالدكتور بن عبود قبل ما يسافر مرة تانية إلى المغرب. وده احنا خدنا وعد ان احنا نسجل معاه لقاء تاني ان شاء الله، نرجو ان نوفق اليه، ونرجو ان نلتقي معكم سيدتي وسادتي على خير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله.